اكتر جمله خطيره في بدايه اي مشروع يقول لك خلينا نبدا صح. خلينا نبدا صح دي يبداوا بقى يعملوا مكتب كبير، يعني ياخد مقر شركه في مكان غالي جدا ويبتدي يعمل لوجو احترافي بزياده، فيروح لشركه كبيره جدا تعمل له هويه كبيره جدا وكانه من كبار الشركات. ديكور كتير قوي ومكلف فلوس كتير قوي، موقع استراتيجي فخم جدا 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 ومستواه المادي عالي جدا، وبعد 6 شهور او يمكن اقل بيجوا يقفلوا. ليه؟ لانهم صرفوا على الشكل قبل ما يثبتوا ان في بيع. هدف الحلقه دي النهارده من اعقلها وتوكل اللي هو بتصرف فلوس غلط في البدايه، يعني مشروعك بيموت من غير ما انت بتاخد بالك. اول محور هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله في الحلقه هو 5 حاجات الناس بتصرف عليها غلط. من ضمن ال5 حاجات دي المقر او المكان. مكتب فخم جدا 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 قبل حتى اول عميل او اول ليست انت هتشتغل عليها من العملاء بتوعك. مش شرط على فكره ان انت تبتدي في مكان اصلا، يعني انت ممكن لو البيزنس ده ما يسمحش، يعني مش حاجه تجاريه مثلا، مش مطعم، مش حاجه فود اند بيفرج، مش كده، مش عياده مثلا، مش حاجه زي كده، ممكن تبتدي المشروع ده على قد ما تقدر ريموتلي او من البيت ومن فريق صغير مثلا من البيت. ممكن لو هتاخد مكتب تاخد مكتب صغير على قد افراد العمل، تاخد مكتب متواضع في منطقه متواضعه، ما تاخدش مكتب فخم جدا 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 من قبل حتى ما تجيب انت اول عميل وتبتدي تصرف فلوس كتير قوي. هويه كامله او بصريه مكلفه جدا جدا جدا، تصرف مبالغ يعني مهوله في ان انت تجيب ناس مور اند مور بروفيشنال ياخدوا اجور عاليه جدا علشان يعملوا اللوجو او الهويه البصريه او الهويه التجاريه بتاعتك بشكل او باخر. موقع معقد جدا جدا قبل اختبار المنتج، يعني تروح تجيب ديفلوبرز، يعني ناس هاي تالنتد قوي، ناس قويه جدا في السوق، وتبتدي تعمل بقى ايه، موقع يعني ما حصلش وفيه تكنولوجيز ما حصلتش وبروسيس معقده جدا جدا. انت مش امازون في البدايه، انت محتاج ان انت تكون سهل وبسيط علشان على الاقل تختبر المنتج وتختبر العملاء اللي هتشتري المنتج بتاعك. مخزون كبير جدا 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 بدون طلب، يعني تقوم جايب مخزن كبير وتحط بضاعه كتير قوي وتنتج زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، تنتج كتير قوي 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 وانت لسه ما جربتش المنتج ده وحتى ما جربتش مع اول عميل. توظيف بدري قوي قوي، يعني ان انت توظف فريق عمل كتير وتملى كل البوزيشنز وتعمل سلم وظيفي مظبوط وشجره وظيفيه مظبوطه جدا 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 وانت في البدايه لسه. في حاجات كتيره في البدايه مش مهمه، يعني مش شرط تعمل الموضوع بقى عباره عن ادارات. يعني انا بستغرب مثلا شركات كتير جدا ممكن لا يتعدى عدد افرادها 4 5 افراد وتلاقي يقول لك السي او، المدير التنفيذي. تلاقيه مثلا، ما هو انت اكيد ال4 5 افراد اكيد كل واحد فيهم ليه دور، ليه دور، ليه اكتر من دور كمان. فانت مش من المنطق ان انت تقعد تدي تايتلز ومسميات وحاجات وكده وعمال تحط طبقات اداريه فوق بعض وانت اصلا لسه ما عندكش الشغل اللي يسمح بالكلام ده. فاي جنيه ما بيرجعش مبيعات في الاول غالبا هو ملوش لازمه. المحور الثاني بقى، لو تفتكروا كتير قوي كنا بنقول ام في بي ام في بي ام في بي. طب يعني ايه بقى الام في بي وليه دايما هو المنقذ في الستارت ابس او المشاريع لسه المبتدئه؟ ام في بي هي اختصار المينيمم فايبل برودكت، يعني ابسط نسخه قابله للبيع، مش افضل نسخه بس ومش كامله برضو، بس نسخه على الاقل بتخليك تختبر السوق ده باقل خسائر، تختبر السوق ده هل في طلب ولا لا، المنتج ده فعلا او الخدمه دي بتحل مشكله ولا ما بتحلش المشكله اللي عند الجمهور المستهدف. مثال بسيط، مثلا بدل ما تفتح مطعم كامل وكل الستاف بتاعه ومكان وتعمل فيه دايننج وتصرف كتير قوي في الكلام ده وتحط اصناف كتير قوي، انت ممكن تبتدي بكلاود كيتشن او مطبخ سحابي بسيط وتشترك في تطبيقات مثلا التوصيل وتبتدي تجرب، تشوف الناس هل هيحبوا الطعم، هل هيحبوا المنيو، هل في طلب، هل في كده، قدرت تتنافس. وواحده واحده ابتدي اطلع في الكلام ده بدل ما تعمل تطبيق ضخم جدا فيه كل الفيتشرز وفي كل الحاجات اللي انت عايز تحل بيها المشاكل. ابتدي بابلكيشن بسيط بيحل حاجه واحده بس، او صفحه بسيطه بتحل حاجه واحده بس، او بتقدم منتج واحد بس، واختبر الطلب واختبر تجربه المستخدم وبعد كده ابتدي ضيف بقيه الخدمات او كبر الموضوع. السر يا جماعه ان انت مش تبدا كبير وبس، السر انك تبدا فعلا ذكي وتصرف كل جنيه مظبوط وازاي هيرجع لك الجنيه ده في اقصر فتره ممكنه، لان انت ستارت اب فانت محتاج دوره راس المال بتاعتك تكون يعني سريعه جدا علشان تلحق تقوم نفسك. المحور الثالث اللي هنتكلم فيه النهارده قاعده الفلوس لازم تتحرك بسرعه. اسال نفسك كده قبل اي مصروف انت بتصرفه في المشروع بتاعك ده، هل ده هيجيب عميل؟ هل هيزود مبيعات عندي؟ هل ده ضروري دلوقتي ان انا اصرفه ولا ممكن استنى شويه؟ لو الاجابه لا، اذا اول فتره انت لازم تركز على البيع وعلى التسويق وعلى تحسين المنتج بشكل او باخر. المحور الرابع النهارده اللي هنتكلم فيه اخطر مرحله بقى بيمر بيها المشروع بتاعك، مرحله مفيش فلوس دخلت واحنا لسه بنصرف. المرحله دي كلنا بنعيشها في بدايه مشروعاتنا، ودي
حقيقي يعني هي اخطر لحظه نفسيا وماليا، وضغط كبير جدا جدا على اصحاب المشاريع. لو عديتها باقل مصاريف ممكنه هتكسب اطول فتره للتجربه. فالهدف هنا ان انت تصرف بحكمه وبذكاء شديد جدا 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 جدا، ويكون لك مصادر كتير من الدخل والاستثمار في الفتره دي، علشان ما تعيش الضغط النفسي والعصبي في بدايه المشروع، وان انت بتقوم مشروع ولسه بتوجد زباين او بتوجد عملاء او كده. المحور الخامس والاخير معانا في الحلقه النهارده، التوزيع الذكي لاول ميزانيه كده هنقولها مع بعض كده في مثال سريع. لو معاك مثلا 100,000 ايا كان العمله، يعني 100,000 جنيه 100,000 ريال ايا كان، فالتقسيمه الصح او الاقرب الى الصح اللي انت تقدر تعملها ان انت 40% هتحطها تسويق واختبار. تختبر المنتج وتروجه وتسوقه، عشان هم دول اللي هيختبروا المنتج ويدوك فيدباك. فدي 40% من المبلغ ده رايح في الحته دي. 30% تشغيل اساسي زي ما قلنا، الفريق الصغير والمصاريف الصغيره على البرودكت والمصاريف الصغيره على الخدمه، دي 30% من الدخل بتاعك. 20% هتحطهم على جنب، حاجه اسمها احتياطي طوارئ، دي اللي هتديك النفس الاطول شويه. و10% دايما خليها على جنب، دي للتطوير وللتحسين، مش العكس. يعني خليك دايما ماشي كده، مش العكس. ليه بقول مش العكس؟ لازم تحط في دماغها ان 10% دي هتبقى التسويق، و20% يعني ياخدوا كل اللي قلناه ده ياخدوه بالعكس بالنسب. لا، هو بالعكس من فوق. انت محتاج في الاول ان انت تصرف ال 40% دي على ان الناس يوصلها المنتج ويوصلها الخدمه، لان هو ده الحكم الحقيقي على النجاح من عدمه. انت وصلت للناس فقالوا رايهم، فيا اما المنتج او الخدمه دي رائعه جدا، او ادوك فيدباك فانت هتطور، او وحشه ومش مطلوبه ما بتحلش المشكله. فانت على الاقل هتبقى خسرت 40%. خسرت يا سيدي 40 وال 30 بتوع التشغيل، خسرت 70%، ما خسرتش ال 30% الموجودين. او ال 30% يساعدوك في ان انت تحسن وتطور، او حتى تعيد صياغه المنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك بشكل او باخر. مشروعك مش بيموت بسبب نقص الفلوس. صدقني اللي اكتشفته فيما بعد تجارب كتير وفشل كتير في حاجات كتير، المشروع فعلا مش بيموت بنقص الفلوس، بيموت دايما بسوء ادارتها وسوء تخطيطها من البدايه. فاعقل المصاريف كويس قوي قوي، وبعدين توكل، وان شاء الله ربنا يوفقك. واشوفكم في الحلقه الجايه من علي وتوكل. يلا، السلام عليكم.